السلام عليكم حبوباتي، كيفكم؟ بخير الحمد لله، ما شاء الله بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم جيت نشارك معكم طاجين الجبن. كنعرفوا على الطاجين محبوب ما شاء الله عند الصغير والكبير، عنه طاجين مغربي اصيل وكي يبقى من جيل لجيل. ان شاء الله، لكن اليوم طريقة مختلفة نقولوا طاجين بحلة جديدة، لأنه طاجين الجبن مرافق بالشلطة. تعرفوا عن الشلطة يعني ضرورية في المائدة. آه، مفيدة بالنسبة للصحة، بالنسبة للأطفال. إن شاء الله حبيباتي. اللي نقول لكم عني نطرح الوصفات وما نجبر لا مشاهدة ولا اشتراك ولا حبيت ما يعني نتكلم في هذا الموضوع. إلا عاد جبرت شي من التعاليق وشي من الاشتراك وشي من اللايكات، علاش لا نعقب نكمل في مسيرتي إن شاء الله. وإن شاء الله ونشارك معكم دا طاجين دا الجبن، يعني مكونات بساطين تقدي تغيري في المائدة ديالك. تقدي تنوري المائدة ديالك بلمسة جديدة. إن شاء الله حبيباتي نال إعجابكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته.